السلام عليكم، حياكم الله شباب. المقطع السابق شرحت لك شلون تحصل 3000 دينار من تطبيق بيلي. هذا المقطع راح اشرح لك طريقة تحصل بها 1000 دينار تطبيق اوبر تاكسي، وتقدر تسويها تعيد بيها وتحصل خير من الله. هسه اشرح لكم الطريقة. جربتها وحصلت من عندهم 1000 دينار. 600 دينار هاي قديمة، وجربت هاي الطريقة. طلبت تاكسي رحت طلعة ورجعت لقيت نفسي محصل هاي الهدية من شركة اوبر تاكسي. شلون؟ اول شي عندك 3 طرق يمكن هسه اشرح لكم اياها. اول طريقة اللي هي ادعي اصدقائك. راح يقول لك هذا رمز الدعوة مالتك، تحفظه يمك. راح يقول لك اكسب 3000 دينار العفو عندما يكمل صديقك مشواره الاول. يعني شنو؟ يعني تنزل صديقك تطبيق اوبر تاكسي، من يطلب تاكسي تخلي له كود الخصم. هذا الكود مال الخصم صديقك راح يخصم له 1000 دينار يستفاد، وانت راح تحصل 1000 دينار يجيك على المحفظة وهم تستفاد. مثل هذا ينزل لك بالمحفظة، تسوي دفع محفظة. هاي الحالة من راح تكمل مشوارك اللي هو الطلب مال التاكسي، توصل للمكان اللي تريده، راح يطلع للسائق انه اكو بمحفظتك 1000 دينار اخصمه. فايش راح يطلب عندك؟ بدال ما كروتك تصير 2000 راح تصير 1000 دينار هيك. هاي اول طريقة. ثاني طريقة اللي هي العاب، بس متوقفة ماكو هسه حاليا، اي ماكو. الطريقة الثالثة اللي هي كود الخصم. كود الخصم راح تقول لي شلون احصل كود الخصم؟ تجي على الاشعارات. دائما اوبر تاكسي يدزون اشعارات اللي بيها خصومات. مثل هذا هنا شي يقول لك هنا أنا ماكو انطلق في مغامرة. اي شوف هنا يقول لك انطلق في مغامرة جديدة من اوبر تاكسي، استخدم برومو كود انطلاق. تجي هنا تسوي له نسخة. الخصم 15%. الخصم فعال من الساعة 3 بالليل مساء، يعني 3 العصر لحد الساعة 11 بالليل. من تجي هنا راح يقول لك ادخل وجهتك، تنطي تعديل العفو. فرضا ان انا تأكيد، تقول له اطلب الان كود الخصم. اي تجيب الكود الخصم وتخليه هنا. راح تقول له تم، راح يقول لك رمز توريد غير مؤهل للاستخدام. تقول له استخدام، يقول لك غير مؤهل في الوقت الحالي لان انتهى وقته، هو قديم هذا. فالكروة بدال ما 2500 2000 ونص راح تصير مثلا 2000، راح يخصم لك 15%. نرجع، هاي ثاني طريقة، العفو الطريقة الثالثة. وعندك بهاي الطريقة استخدام النقاط. هنا يقول لك وفر باستخدام النقاط. كل ما تطلب طلبات تاكسي اكثر كل ما راح تجيك نقاط. النقاط شلون راح تعرف نقاطك؟ تجي على كود الخصم، استخدام النقاط، تجي تقول له اريد خصم 1000 دينار. نقاطك مثلا مكتفية كاملة، هذا الخط الاخضر كامل، راح يقول لك هذا الخصم 1000 دينار راح يصير شلون يعني مفتوح. تضغط عليه تخليص الان، راح تقول له موافق، راح يدز لك اياه على الاشعارات. انا حاليا ما عندي نقاط. فمن يجيك على الاشعارات يجيك نفس هاي الطريقة. استخدم هذا البرومو كود، يجيك باللغة الانجليزية، كتابة احرف انجليزية، تنسخه كذلك وهم تجي وتكمله. هنا شلون تعرف النقاط مالتك؟ نقاطي اللي هي حاليا 10148 نقطة. انا هسه اشوفكم النقاط المكتسبة. هاي الطلبات اللي انا طالبها، محصل 2000 3000 3000 ونص 3400. هذني كلهن جامع هناني ومستخدمهن. المنفقة 66600 18000 66600. هنا 38000، هنا 45000. هذني كلهن انا مستخدمهن، جامعهن ومستخدمهن، لان بيها فائدة حلوة. يعني من تطلب تاكسي المكان بعيد راح يطلب من عندك 5000 4000. انت ايش راح تجي؟ راح تجي هنا تسحب عليه، تخصم لك 3000 دينار. 3000 دينار هذه راح تخصم لك اياها مثلا 5000 دينار. الكروة اللي هي بدال ما 5000 راح توصل العفو توصل ب2000 دينار. في يعني فرق باعتبار. فهاي الطريقة اللي هي وضحت لكم اياها شلون تحصل فلوس من اوبر تاكسي.
وراح أعيد شرح طريقة تطبيق بيلي لأن ما افتهموها كم شخص، فراح أرجع أوضحها في سبيل أنه تستفادون.